السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ هنعمل النهارده مع بعض الهريسة الشطة بطريقة سهلة جدا جدا، بالظبط دقيقتين هتبقي محضراها. بنستخدمها في حاجات كتير، ومنها البتنجان، وممكن تخليل الطماطم، ممكن الفول، اي حاجة ممكن بتستخدميها ممكن بنستخدم فيها الهريسة الشطة. تمام. انا معايا هنا نص كيلو من الهريسة الشطة، الفلفل الشطة الخال، ونص كوباية زيت، وثوم وكزبرة وملح وكمون. خلاص، انا لازم تبقي لابسه جوانت، لازم تبقي لابسه جوانت، وياريت تستخدمي مقص المطبخ افضل عشان الشطه ما تجيش في ايدك او تضرك يعني. وبعد كده ببدا اقطعهم زي ما انت شايفه كده بالمقص، وتكون لابسه جوانت. وبعد ما بخلصهم بفرمهم في الكبه كلهم. تمام. وبعد كده بتبدا تحطي بقى الثوم والكزبره والكمون والزيت والخل. الملح بحطه في الاخر خالص بعد ما بخلص ضرب عشان ما ينزليش ميه. ده هنا الخل. بعد كده بتضربيهم تاني برضو. وبعد كده بتحطي الملح بقى على حسب ما انت عايزه يعني. هنا انا حاطه هنا معلقه ونص على النص كيلو، مش كتير قوي يعني. وبعد كده بقلبهم، وبعد كده بخزنهم. انا حاطه هنا زيت في البرطمان من تحت، وبعد كده احط زيت برضو على الوش. هيقعد معاكي فتره طويله جدا من غير ولا بوتاجاز ولا اي حاجه خالص. وبعد كده تخلي لي منه زي ما انت عايزه بقى، زي ما انت شايفه كده البتنجان والطماطم. ممكن تستخدميه في السمك، ممكن تستخدميه في حاجات كتير جدا، ممكن في الفول. بجد هايل جدا وطعمه حلو جدا. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وبألف هنا وشفا يا رب على قلبكم يا رب. واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.